طبعا يا جماعة، كتير مننا عارفين ان إدارة وتنظيم الوقت ده منهج ديني قبل ما يكون منهج دنيوي. منهج ديني قبل ما يكون منهج دراسي او منهج علمي بيدرس في كتب الإدارة في كليات التجارة وغيرها من الكليات. اسمه مادة إدارة الوقت، تايم مانجمنت. طيب، طبعا كلنا متفقين، انتوا متفقين معايا ان الانسان اللي بيبقى وراه حاجات او مسؤوليات او واجبات، لو قعد يفكر في الواجبات الكتيرة اللي عليه والمهام الكتيرة اللي عليه، وان الوقت ما بيكفيش وان انا مش هلحق اعمل، ويكتئب ويجيله طاقة سلبية ومشاعر سلبية وافكار سلبية، ويقعد يتجه لانه يضيع وقته في تفاهات وهكذا، بكده عمره ما هيعمل حاجة. لكن لو هو مسك كفتين ميزان كده، حط على الكفة اليمين المهام اللي عليه، وحط على الكفة الشمال الوقت بتاعه، الأيام اللي فاضلة